قضية من أبشع الجرائم اللي حصلت في 2022. قضية بلانكا أريانو اللي سافرت أكتر من 3000 ميل وهي مبسوطة وسعيدة عشان تقابل حبيبها ورجعت أشلاء. بلانكا كانت من المكسيك، عندها 51 سنة، عايشة لوحدها وما عندهاش أولاد، وكانت زي كتير من الناس بتقضي وقت كبير جدا على الألعاب أونلاين، وكانت بتلعب مع ناس من كل بلاد العالم. واحد بس منهم اتطورت علاقتها بيه وبقوا يتكلموا على وسائل التواصل الاجتماعي وبقوا أصحاب، وبعد شوية بقى بينهم علاقة عاطفية. الشخص ده اسمه خوان بابلو، كان عايش في مدينة ليما في بيرو، وكان عنده 37 سنة بس لسه طالب أو بادئ دراسة الجامعة متأخر، وكان بيدرس في كلية الطب. بلانكا كانت قريبة من عيلتها وخصوصا كارلا بنت أخوها اللي كانت صديقتها المقربة وأقرب واحدة ليها. بلانكا كلمتها وقالت لها قد إيه هي بقت مبسوطة جدا في حياتها بعد ما تعرفت على خوان، وقد إيه هو شخص كويس وحنون وليه مستقبل كبير بعد ما يخلص دراسته. كانت متأثرة بيه جدا وبتحكي إنه مختلف عن أي شخص عرفته في حياتها، وحكت لكارلا إنها عمرها ما كانت سعيدة كده وإن هما بيحبوا بعض جدا، وعشان كده هي قررت تسافر عشان تشوفه، ولو مشي الحال هتستقر معاه هناك ويتجوزوا. بلانكا كانت متحمسة جدا وباعت عربيتها وقفلت كل أمورها وسافرت على ليما اللي على بعد أكتر من 3000 ميل من المكسيك. وصلت بلانكا وكانت بتحكي لكارلا قد ايه هي مبسوطة، وخوان قابلها بالهدايا والورود وكانت سعيدة جدا لغاية يوم 7 نوفمبر. اليوم ده كانت آخر يوم بتظهر بلانكا على وسائل التواصل الاجتماعي، وكمان كانت آخر يوم بتكلم كارلا، وكانت يوميها مبسوطة وسعيدة وبتوصف لها ان هي بتتفسح على البحر وفي منتهى السعادة مع خوان. ومن بعد اليوم ده اختفت بلانكا، ما بتكلمش اي حد من عيلتها ودي مش عادتها، ولا بتبعت رسايل. حاولت كارلا تكلمها اكتر من مرة لكن تليفونها كان مقفول. كارلا بدأت تقلق، ما كانتش تعرف خوان معرفة شخصية، لكن عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بعتت له رسالة بتسأله فيها عن بلانكا وبتقوله ان هي قلقانة عليها، ورد عليها خوان الرد غير متوقع. قال لها ان هي مشيت من كذا يوم وانه ما يعرفش عنها حاجة، وان هي ما كانتش مبسوطة من مستوى الحياة اللي عايشاها معاه، وبمعنى تاني ملت وقررت انها تروح تحجز تيكت وترجع على المكسيك. وقال لها انه سلم عليها واتمنى لها السعادة ومشيت، وانه متأكد ان في مشكلة في تليفونها او انه فاصل، وان هي قريب قوي هتوصل عندهم بالسلامة. كارلا استغربت جدا لان من يومين بس بلانكا كانت بتتكلمها وبتقول لها ان هما مع بعض وفي منتهى السعادة وما كانش عندها اي نية للرجوع، لكن يمكن اتخانقوا. المهم ان هي كانت في انتظارها، لكن بلانكا ما رجعتش وما اتصلتش وما فيش ليها اي اثر، وكارلا قلقت جدا. وكتبت كارلا على تويتر ان هي عمرها ما تخيلت نفسها في الموقف ده، وطلبت من الناس ان يساعدوها في نشر كلامها عشان تقدر تلاقي واحدة من أهم وأحب الناس في حياتها. كلامها انتشر على كل وسائل التواصل الاجتماعي، بس لسه بلانكا مش ظاهرة ومفيش أي أثر ليها. وبدأت كارلا تنشر تفاصيل أكتر وتحكي إزاي بلانكا اتعرفت أونلاين على خوان، وإن هي سافرت مخصوص عشان تشوفه بعد ما كانت مبسوطة جدا في علاقتها العاطفية معاه. وبدأت تطلب من البوليس إنه يتدخل ويدور على عمتها المفقودة، ونشرت ان الشخص الوحيد اللي تعرفه بلانكا هناك هو اخوان، وهو الشخص الوحيد اللي قابلته وشافته هناك. وبعت لها اخوان رسالة معترض فيها ومتضايق جدا ان هي ذكرت اسمه، وبيقول لها ان ما كانش في بينه وبين بلانكا اي علاقة عاطفية، وانهم كانوا مجرد اصدقاء، وانه ما يعرفش اي حاجة عنها. لكن كلامها كان انتشر جدا وقلب الدنيا، وبدأت ناس تقف معاهم وتعمل وقفات احتجاجية عشان البوليس في بيرو يدور على بلانكا، خصوصا ان معدل الجريمة هناك عالي. وبعد ما البوليس اتأكد ان هي ما سابتش البلد وما رجعتش المكسيك، اعلنوا ان هي مفقودة وبدأوا يدوروا عليها ويحققوا مع خوان. لما فتشوا بيته لقوا فيه آثار شعر علم المكسيك وكم كبير من المنظفات والمعقمات،
ورشوا مادة معينة بتبين آثار الدم حتى بعد التنظيف، وبينت فعلا إن كان فيه آثار دم في البيت، لكن ما كانش فيه دليل الدم ده بتاع ايه أو بتاع مين. وهو في التحقيق أنكر كل حاجة، أنكر إن بينهم علاقة عاطفية، وقال إن هو استقبلها عادي عشان يساعدها لأن هي صديقة وكانت عندها ظروف نفسية وحشة. المحقق اللي كان بيحقق معاه قال إن كلامه متضارب ومش مقنع، لكن ما كانش فيه أي دليل على تورطه في اختفائها، فأفرجوا عنه. وفضل يكتب إنه بريء ومظلوم ومش ممكن يتسجن ويتعامل زي ما بيتعامل السجناء، ويقعد في أوضة صغيرة ويقضي حياته فيها، لغاية ما ظهرت أول مفاجأة. وبعد أيام مجموعة من الصيادين بيصطادوا في البحر لقوا راس بشرية كانت متحللة من مية البحر. وبعدها بأيام وفي مكان قريب لقوا الموج رامي على الشط جزء تاني من جسم بشري منزوع منه كل الأعضاء الداخلية وتقريبا متحلل. الطب الشرعي ما قدرش يحدد سبب الوفاة نتيجة للحالة اللي كانت فيها الأجزاء البشرية، وحدد إن هي لست عمرها تقريبا 40 سنة، لكن ما كانش عندهم أي دليل إن هي بلانكا، لأن الجثة لشخص عنده 40 سنة وبلانكا عندها 51 سنة، وكمان مش باين سبب الوفاة ولا أي حاجة تدل على إن هي بلانكا، لغاية ما ظهر دليل جديد واللي هيحل القضية. في شخص لقى على البحر صباع بشري مقطوع وموجود في خاتم، ولما بلغ البوليس اتواصل البوليس مع سفارة المكسيك وقالوا لهم إن عندهم دليل جديد ممكن يحول القضية من إن بلانكا مفقودة لجريمة قتل، وطلبوا منهم إنهم يتواصلوا بشكل رسمي مع حد من عيلتها عشان يعرضوا عليهم الدليل الجديد. ولما وروهم الخاتم عيلتها أكدت إنه الخاتم ده بتاعها وإنه كان مفضل عندها اللي مش بتقلعه من إيدها أبدا. والطب الشرعي أثبت إن الصباع اللي فيه الخاتم لنفس الشخص اللي لقوا بقية جثته قبل كده. وطلب البوليس من سفارة المكسيك إنها تستدعي حد من عيلة بلانكا عشان ياخدوا منه عينة DNA اللي هتأكد الدليل. وخوان في الوقت ده عمال ينشر ويقول إن ملوش أي علاقة بالموضوع، وإن هي مشيت من عنده من زمان وما يعرفش عنها حاجة. لكن الناس على وسائل التواصل الاجتماعي طلعوا له فيديو كان نشره على التيك توك تاني يوم اختفاء بلانكا، والفيديو بعتوه للبوليس، واللي خلى البوليس يروح يقبض عليه فورا. Shortly after the discovery, police arrested Villafuerte on accusations of femicide, human trafficking, and organ trafficking. Even though Villafuerte had denied his involvement in the crime, he still remains in the police custody as the investigation continues. It is so sad that Blanca Arellano went... الفيديو كان ظاهر فيه خوان وهو بيعمل تشريح لبنكرياس ومخ، واللي أكد الأطباء إن هي كانت فعلا أعضاء بشرية، يعني كان مستغل الموقف على الآخر وتقريبا واخد الأعضاء اللي ما اتباعتش بيعمل بيها فيديو. وبعد القبض عليه اتوجهت له تهم القتل، الإتجار بالبشر، وتجارة الأعضاء البشرية، وفضل ينكر علاقته بالجريمة حتى بعد ما وصل حد من عيلة بلانكا واللي أكد تحليل DNA بتاعه إن الجثة فعلا جثتها، وإن الدم اللي موجود في بيته كان دم بلانكا. ده غير شهادة الجيران اللي شهد واحد منهم إنه شافهم مع بعض أكتر من مرة، وإنه واضح إن العلاقة بينهم كانت علاقة غرامية. وبعض الجيران اللي شهدوا إن هم شافوه هو داخل وشايل شنط ضخمة جدا وفاضية، وكان مرتبك على غير طبيعته. واتقدم خوان للمحاكمة، وفي أخبار إنه ما كانش لوحده وإنه متورط مع عصابة لتجارة الأعضاء البشرية. خوان رافض الاعتراف ورافض يقول تفاصيل الجريمة. القضية لسه حديثة جدا ولسه ما تمش الحكم فيها، بس كل القانونيين متوقعين له حكم كبير لأن كل الأدلة والشهود ضده. بلانكا المسكينة سافرت لشخص آلاف الأميال ووثقت فيه ودخلت بيته وهي ما تعرفهوش إلا من شهور قليلة من ورا شاشة، وفقدت حياتها بأبشع الطرق.